في الحلقة اللي فاتت عرفنا ازاي نراقب الهدف من بعيد ونجمع خطوط أولية، والنهاردة بإذن الله هنتكلم عن أهم مرحلتين بيفصلوا الهاكر الهاوي عن الهاكر المحترف، وهنتكلم عن حاجتين مهمين جدا وهما السكاننج والانوميريشن. طيب يعني ايه الكلام ده؟ السكاننج هي عملية اكتشاف الأجهزة الحية اللي مفتوحة جوه الشبكة وتحديد البورتات المفتوحة في كل جهاز. أما الانوميريشن هنا مش بس بنقول إن البورت 80 مفتوح، لا احنا بنعمل عليه اتصال مباشر عشان نستخرج معلومات تفصيلية زي اسم الخدمة اللي شغال عليه وإصدارها، وهل في مستخدمين او مجلدات مخفيه عشان نقدر نشوف. خليني اقول لك السر اللي بيقع فيه المبتدئين: لما بتلاقي واحد لسه متعلم اداه جديده وبيجري يعمل اسكان عشوائي ويهاجم فورا، ساعتها النتيجه اما السيستم بيقفل في وشه او بيضيع وقت في هجوم ملوش اي لازمه. طيب ليه الفهم للمرحله دي مهم جدا؟ اول حاجه توفير الوقت. لما تعرف ان السيرفر بيشغل خدمه معينه بالاصدار بتاعها، يبقى انت كده اختصرت على نفسك البحث ووجهت تركيزك لثغرات الاصدار ده بس. تاني حاجه ان انت تتجنب كشف الهويه، لان الفحص الاعمى والعشوائي بيعمل نويز عاليه جدا في الشبكه وبيبان في اللوجز، والتيم بتاع السوق هيشوفوك بكل سهوله. اما المحترف فبيعمل فحص بذكاء وهدوء. طيب تعالوا ندخل المعمل بتاعنا ونعمل اسكان سريع كده باستخدام الانماب عشان نعرف البورتات المفتوحه بس. الداش اف هنا بتخلي الاسكان سريع جدا عشان بيفحص اشهر 100 بورت بس. زي ما انتم شايفين طلع لنا ان البورتين دول شغالين. طيب دلوقتي احنا هندخل في مرحله الانيميريشن. انا دلوقتي شايف ان بورت 80 شغال، معناه ان خدمه الويب شغاله تمام. يعني احنا لو خدنا الاي بي بتاعنا وحطيناه في اليو ار ال هيفتح لنا صفحه الاباتشي، معناه ان في صفحه ويب تمام. طيب ازاي نعمل انيميريشن على الخدمه دي؟ ممكن نعمل انيميريشن باستخدام اداه نكتو داش اتش ونحط اليو ار ال اللي فيه الاي بي بتاعنا. طيب هتستفيد ايه لما تشغل الاداه دي؟ اول حاجه هيطلع لك لو في ثغرات مشهوره او مباشره في السيرفر. ثاني حاجه هتكشف لك عن المجلدات الشائعه زي صفحه الادمن وصفحه الكونفig، وهتقول لك لو في ثغرات في الاتش تي بي هيدرز اللي هي اعدادات الحمايه للمتصفح. زي ما انت شايف كده جاب لك اصدار السيرفر بتاع الاباتشي، وقال لك نظام التشغيل بتاعه، وقال لك الوقت اللي اشتغل فيه. فاداه نيكتو هي اداه فحص سريعه وممتازه جدا ومخصصه لسيرفرات الويب، وبتدور على الملفات الخطيره والاعدادات الخاطئه والبرامج القديمه اللي شغاله على البورت ده. وطبعا كل ما الهدف كان حقيقي كل ما لقينا نتائج اكتر، بس طبعا عشان الاي بي ده بتاعي تمام فالنتائج قليله زي ما احنا شايفين. يبقى احنا كده عرفنا النهارده ان السكاننج والانيميريشن هم النضاره اللي بتخليك تشوف السيستم المستهدف وتعرف نقطه ضعفه الحقيقيه فين. فلو فهمت هدفك صح، الاختراق بعد كده هيبقى مساله وقت مش اكتر. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنتعمق اكتر وندخل على المرحله اللي بعد الانيميريشن والسكاننج. فما تنساش تعمل فولو لايك عشان تكمل معانا سلسله الريد تيم.